تعالى مجرد وعايز تسافر المانيا النهارده، كل اللي محتاج تعرفه هحطه لك في فيديو واحد بس، تقدر تفهم منه كل حاجه ان شاء الله. مبدئيا كده انت محتاج ثلاث حاجات عشان تسافر المانيا. ثلاث حاجات ايه هما الثلاث حاجات دول؟ لغه الماني، بشايط، عقد عمل. يعني هما ثلاثه بس، ثلاثه بس استنى بس واحده واحده كده عليا. الثلاثه دول وراهم قصه كبيره. تعال احكي لك بالتفصيل نعمل ايه واحده واحده. احنا محتاجين لغه، فهنبتدي اللغه الالمانيه، ده اول خطوه هنعملها. وعشان اكون صريح معاك، اللي يعني عايز يسافر من مصر دلوقتي او من دوله عربيه، من تونس، المغرب، عايز يسافر المانيا، هتلاقيه مثلا مخلص، اللي متجوز واللي متجوزه واللي معكش مركزه مع العيال ومفيش شغف اصلا تتعلم الماني، واللي خلص تعليم وما عندوش مزاج يتعلم الماني. فالموضوع مش سهل. الموضوع مش سهل زي ما انت متخيل. فعشان كده انا القرار الاول ان انا اخد لغه الماني قبل ما اقرر اعمل اي حاجه، عشان اشوف الاول انا هنفع، يعني انا عندي شغف ان انا اذاكر تاني ولا لا. اللغه الالمانيه احنا محتاجين مستوى بي 2. بي 2 محتاج سنه لسنه ونص كأي إنسان طبيعي. أنت بقى تقدر تعمله في أقل من كده. أنا هكلمك على الإنسان الطبيعي، أنا ماليش علاقة بالنماذج الخارقة. إحنا والله ماشيين بالمسكنات يعني. يعني إحنا بنسلك أمورنا، أنت قول لي الحاجة اللي أقدر أعملها وأعملها وخلاص. فإحنا بنتكلم من سنة لسنة ونص. فهبتدي اللغة الألمانية المستوى الأول. لقيت الدنيا حلوة، عندي شغف، عايز أكمل، هكمل المستوى التاني. وانا في المستوى التاني ابدا اخد خطوه للمرحله التانيه وهي البشايد. البشايد يعني ايه؟ بشايد او يعني ايه اصلا الكلمه دي؟ انا عامل فيديو بيها تقدر ترجع له وتفهم منه يعني ايه بشايد. بس باختصار، ده القرار من الولايه ان احنا موافقين انك تيجي تشتغل عندنا، بشرط انك تعمل معادلة قد تكون في صيغة كذا وصيغة كذا، وأقولهم لك بالتفصيل. ماشي يا سيدي، أنا هبعت ورقي عشان أجيب بشايط. هعمل ده إزاي؟ واحدة واحدة بقى عليا عشان أقول لك الخلاصة. مبدئيا إحنا لازم نعرف إحنا رايحين فين في ألمانيا. ألمانيا مش بيتين وشارع وعمود نور. هي صغيرة بس مش للدرجات. هما 16 ولاية، كل ولاية في دول ليها حكومة خاصة بيها، ليها ورق خاص بيه. يعني ايه؟ يعني مثلا في مصر عندنا القاهرة، اسكندرية، المنصورة، كل جامعة من الجامعات دول بيبقى ليها يعني ورق خاص بيها في التقديم. هو نفس الكلام ده في ألمانيا. احنا بنختار الولاية اللي احنا عايزين نروحها ونبعت عليها الورق بتاعنا. طب نختارها بناء على ايه؟ بص، عشان ما توهكش كتير، انا شرحت ازاي تطلع البشايط ده من ولاية من رأيي من افضل الولايات، ولاية النورد راين. الولاية دي موجودة في شمال الراين. الولاية دي فيها عرب كتير، فيها مدن كتير كويسة زي دوسلدورف، كولن، بون، إيسن، دورتموند. أماكن كتير ممكن تشتغل فيها. عايز ولاية تانية؟ شوف ولاية تانية، مفيش مشكلة. أنا بديك بس مثال على اللي أنا شرحته. الولاية دي من أصعب الولايات في إن أنت تجيب منها بشايط، بس مع ذلك أنا شرحته ونقدر إن شاء الله نطلع منها بشايط. هتجهز ورقك. إيه هو الورق المطلوب منك؟ كلية التمريض أنت محتاج شهادة التخرج، بيان درجات وعدد ساعات، محتاج شهادة الامتياز. معهد التمريض محتاج نفس الكلام، شهادة التخرج، بيان ساعات، بيان درجات. مدرسة التمريض بيان نجاح، بيان ساعات، بيان درجات. وخلي بالك بيان عدد الساعات بتاع المدرسة لو انت معاك مدرسة تمريض أهم من بيان الدرجات. بيان الدرجات ده تستيف ورق، بيان الساعات بيفرق في المعادلة. فبيان الساعات مهم جدا في اي مؤهل من المؤهلات دول. وخطوه تانية بقى الاهم في الورق هي شهاده الخبره. شهاده الخبره ما تستهونش بيها، حاول تخليها قدر الامكان تكون شهاده خبره تفصيليه. انت بتروح مديريه الصحه تطلع لك شهاده الخبره، بيكتب لك ان انت اشتغلت في المكان ده من فتره كذا لفتره كذا، ما بيكتبلكش حاجه تاني. الفكره دي مش بتساعدك. الموظف في ولايه النورد راين مثلا، وفي يعني الولايات هيلاقوا نفس الكلام، بس انا هكلمك عن الموظف اللي في النورد راين مثلا بيعمل ايه. بيبعت للناس يقول لهم انا عايز شهاده خبره تفصيليه. فالناس عشان تريح دماغها بيقول لك انا مستغني على شهاده الخبره. ده ايه الحلاوه والطعامه والجمال اللي انت فيه ده؟ الراجل عايز يساعدك، عايز يقول لك انا عايز شهاده خبره تفصيليه، عشان هو بيحسب من المعادله بتاعتك. يعني لو عندك عدد ساعات هيقللها لك. خلينا متفقين، لو كانت نسبه مش هتفرق، لكن لو انبسط بتفرق. فانت الورقه دي هتساعدك، فحاول تعملها ازاي بقى؟ مش بتاعتي. تروح عند المدير، على المدير بتاعك، تكلمه كلمتين حلوين،
تروح لوكيل وزاره، تعمل اللي تعمله، المهم شهاده الخبره التفصيليه هتنفعنا في الورق. طيب الورق اللي انا قلته ده محتاجين معاه شهاده ميلاد، ممكن تحتاجها او لا على حسب الولايه، محتاجين سي في، ومحتاجين نملى الانتراج للولايه اللي احنا هنقدم عليها. انا شرحت برضو على نفس الولايه دي ازاي تملى الانتراج بتاع النورد راين، بس الولايه دي متعبه شويه، يعني هي بتطلب حاجه اسمها انا عايز اعرف صلتك بالولايه ايه، وعملت والله برضو فيديو بيها عشان تعرفوا تقدموا. في الفيديو انا شرحت ان انت تعمل بحاجه اسمها ابزيشت كليرونج، الفيديو من شهر 4 اللي فات. احنا دلوقتي في نهايه السنه، في تحديثات جديده. الافضل دلوقتي تعمل مراسله مستشفيات، بتبعت ايميل للمستشفيات، ايميل كده تحضره، لو مش عارف خش على شات جي بي تي خليه يكتب لك ايميل ان انت تروح من ان انت تكتب له انت من مصر، وانت يعني ممرض مهلك ممرض وبتدرس اللغه الالمانيه وعايز تيجي تشتغل عندهم وقدمت ورقك للمعادله. فما بتبعت الايميل دوت بيجي لك ردود، يا اما رفض يا اما قبول. انت محتاج 3، الفعلي اللي مكتوب في الانتراج محتاج 3 مراسلات، فاحنا نعمل 5 عشان نبقى في الامان. نبعت ل10 جالنا 5 ردود، يبقى نطبعهم ونحطهم مع الورق. ايه هو الورق اللي انا قلته من شويه؟ الورق اللي قلته من شويه ده بعد ما تطلعه من الكليه او من المعهد او من المدرسه، الورق ده كله باستثناء الجواز السفر والسي في ده مش محتاج تترجمه. جواز السفر والسي في ده اللي انت مش محتاج تترجمه، لكن كل الورق اللي احنا قلنا اللي فات ده انت محتاج توثقه خارجيه مصريه، ختم خارجيه او ايا كان الدوله اللي كنت موجود فيها دلوقتي، محتاج التوثيق بتاع الخارجيه. وبعد كده بتترجم الورق ترجمه محلفه. ترجمه محلفه اهم من الترجمه المعتمده، لان الترجمه المعتمده هتخليك تحتاج توثيق تاني. التوثيق التاني ده هيكلفك كتير وهو توثيق تي ال اس. فاحنا هنعمل ترجمه محلفه. الترجمه المحلفه هنقدر نبعت نراسل بيها على طول الولايات. في ولايات بتقبل بالورق الكتروني زي بايرن مثلا، وفي ولايات تانية ما بتقبلش الا كتابه او ان انت تبعته بالبريد زي ولايه النورد راين. طيب انت دلوقتي معاك الورق مترجم ترجمه محلفه، تقدر تراسل اي ولايه من الولايات وتبعت تجيب بشايط. طب سيادتك مش عارف تعمل دوت، مع ان انا شارح ده برضو، خلاص يعني شوف حد يطلع لك البشايط بمقابل، شوف اقل واحد في السعر وهو يطلع لك البشايط. انا عن نفسي ما بعملش كده، يعني انا شرحت لك ده على القناه، تقدر ان شاء الله ان انت تعتمد على الفيديوهات اللي انا حطيتها وتجيب لنفسك بشايط. طيب احنا دلوقتي ربنا كرمنا، تعالى بقى نتخيل ان احنا ربنا كرمنا، بدأنا الماني في المستوى الاتسفاي، بعتنا الورق جالنا بشايط، ومكملين دلوقتي لحد المستوى بيتسفاي ب2، ومعانا اللغة معانا البشايط. نعمل ايه؟ احب اقول لك انت كده بنسبة 60% قربت توصل المانيا. فاضل لك الخطوة اللي بعد كده وهي عقد العمل. عقد العمل احنا في الورق الاولاني بتاع البشايط، السي في اللي انت بتعمله بالنسبه لي ما هو الا تستيف ورق بتبعته لمكتب المعادله. السي في وانت رايح تبعت عشان تراسل مستشفيات يجي لك عقد عمل، ده مهم جدا، هو بيركز في كل كلمه مكتوبه فيه. فنخلي بالنا واحنا بنعمل السي في واحنا بنراسل المستشفيات عشان نجيب عقد عمل، سواء مستشفيات او دار مسنين. طيب نجيب عقد عمل ازاي؟ ده سؤال مهم جدا للصبح. طيب مبدئيا الطريق السهل تروح مع شركه او تروح مع حد هو هيساعدك ويشوف لك عقد عمل. مين موثوق مين مش موثوق؟ انا لا طالع اعمل دعايه لحد ولا طالع اشتم في حد. شوف انت اللي يناسبك واختار براحتك. ما لقيتش خالص مش عاجبك خالص، اكتب على جوجل الوظيفه اللي انت عايزها في المكان اللي انت عايزه، هيطلع لك برضو عروض تانية. طيب لقيت مستشفى ما او دار مسنين، هتخش بقى تعمل انترفيو. لو ربنا كرمك ونجحت في الانترفيو تقدر ان انت ان شاء الله المستشفى على طول تبعت لك عقد العمل، وما بتحتاجش تدفع حاجه لان ده مجاني، عقد العمل بيجي لك مجاني. طيب الانترفيو تنجح فيه ازاي؟ ان شاء الله ان شاء الله يعني لو ربنا احياني واحياكم هعمل لكم فيديو لوحده كده على ازاي تنجح في الانترفيو. طيب خلينا نتخيل دلوقتي ان انت ربنا كرمك ومعاك عقد العمل، معاك البشايط، معاك اللغه. احب اقول لك مبروك، انت بنسبه 80% انت في المانيا. فاضل لك حاجه صغيره بس اللي هي هتقدم ورقك للسفاره عشان تطلع الفيزا. الورق ده انا عامل بيه بوست على الفيس، هحط لك اللينك بتاع البوست في التعليقات تحت، تقدر تشوفه عشان يعني ما نتكلمش فيه كتير عشان ورق كتير بصراحه. بس هو ورق يعني ورق هتقدمه وان شاء الله الفيزا تطلع لك. والفيزا بتكون نوعها 16 دي فيزا العماله المهره، تقدر تسافر من خلالها
الفيزا دي ممكن تطلع لك ب6 شهور، تطلع لك بسنه، وهي بتطلع لك بتكتب لك فيها المكان بتاع الشغل بتاعك اللي انت مسافر عليه. ربنا كرمك وخدت الفيزا، مش محتاج حاجه بعد كده غير ان انت هتحجز تذكره الطيران على الميعاد المستشفى او الدار المسنين هيكون متفق معاك فيه، وبعد كده تقدر انت ان شاء الله تسافر وتبتدي المعادله بتاعتك. المعادله ممكن تكون حاجتين، ممكن تكون كنتنسا، ممكن تكون امباسونج ليجانج. انت بتكون عارف قبل ما تسافر، هو بعرفك ده في الانترفيو وبتحضر ليها. ان شاء الله هنعمل فيديو برضو خاص بمقارنه ما بين ده وما بين ده. فأتمنى أكون وضحت لك الأمور، وإن شاء الله استنوني في فيديو جديد.